ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض يا جماعه وصفه طعميه رهيبه حلوه جدا جدا، ينافس بيها اشهر محلات الطعميه. هتعجبكم جدا جدا، سهله وبسيطه ومظبوطه ان شاء الله من اول مره. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وسبسكرايب للقناه. ومعاكم ساره عبد العاطي، ويلا بينا على طول ندخل في الوصفه. علشان اقلل من تاثير الفول على القولون بغسل الفول كويس جدا جدا كذا مره، تخلص من كل الرغاوي اللي انتوا شايفينها دي لحد ما لون الميه يبقى فاتح بالمنظر ده. هنقع الفول ساعتين في ميه دافيه، ولو انا مش مستعجله عليه هنقعه ليله كامله في ميه عادي من الحنفيه، مش اكتر من كده يا جماعه. عندي هنا حزمه من الكرات غسلاها كويس جدا ومقطعها رفيع، وربع حزمه من البقدونس، وعندي هنا كمان بصله صغيره مقطعها رفيع، وفصين من الثوم المفرومين. الكرات يا جماعه هو السر التاني من اسرار الطعميه. الناس بتستخدم خضره كتير جدا على الطعميه بتطلعها غامقه وطعمها بيطلع مش حلو، فدي التركه التانية اللي هقولها لكم النهارده في الفيديو. الكرات يا جماعه هو انسب حاجه ممكن نحطها على الطعميه، بتطلعها حلوه جدا جدا وهشه ومقرمشه، وبيطلع طعمها تحفه ولونها فاتح جدا كمان، مش بتغمق معايا. بعد ما خلطت المكونات كلها كويس جدا مع بعض هستخدم المفرمه بتاعتي عشان افرم الطعميه كويس جدا. زي ما انتوا شفتوا استخدمت بصلايه صغيره وفصين بس من الثوم، هيخلي طعمها لذيذ وكمان مش هيتعب القولون. بعد ما خلصت الكميه كلها بقسمها على اكياس وبحطها في الفريزر، وهطلع على قد استخدامي. هنا حطيت حوالي 5 معالق كبار من الطعميه اللي انا فرمتها، وبيضه ورشه ملح وكمون وكزبره، ممكن كمان اللي بيحب يحط شطه. هنحط كمان، هنقلب كويس، وهحط نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، دي برضو تركه مهمه بتخلي الطعميه تبقى هشه من جوه ومفرغه مطلعهاش مكتومه. بعد ما قلبت كويس، انا بحب احط الملح كل كميه على قد الاستخدام. لما اطلعها بحب احتفظ بيها وهي من غير ملح. هجيب انا الطعميه بتاعتي في زيت سخن غزير على نار متوسطه، وزي ما انتم شايفين بشكلها بالمنظر ده، وايدي مبلوله من الطعميه بحطها في السمسم، واحط على الطعميه على الوش زي ما انتم شفتوا، وهنزلها في الزيت على طول. طبعا التشكيل ده على حسب الرغبه، في ناس بتحبها اكبر، في ناس بتحبها اصغر، في ناس بتحبها كور كده مش ما تحبش تعملها قراص. طبعا ده على حسب ما تحبه. هنزل في الزيت زي ما انتم شفتوا اهو. تاني مره ايد صباعي مبلول، هنزل في السمسم، احط السمسم كده على الوش. ممكن طبعا من غير سمسم خالص، ممكن احط كزبره ناشفه مع السمسم. هنا هستخدم الخله بتاعه الشيش طاووق عشان اقلب بيها الطعميه، دي برضو حركه حلوه جدا جدا، بتخلي الطعميه تتقلب معايا بكل سهوله من غير ما تتفتت، من غير ما شكلها يتغير. سهله جدا جدا اهو يا جماعه، زي ما انتم شايفين لونها تحفه. طبعا مش قادره اقول لكم بقى على جمال الريحه وقد ايه هي كانت مقرمشه وهشه جدا جدا. برضو هستخدم الخله في ان انا اطلع الطعميه برضو بكل سهوله. زي ما انتم شايفين التركه دي رهيبه يا جماعه، لازم تجربوها. هنطلع اهو زي ما انتم شايفين شكلها تحفه ما شاء الله، وطعمها بجد حلو جدا جدا وسهله وبسيطه، ما خدتش وقت. ونص كيلو اللي انا عملته عمل معايا كميه كبيره جدا ما شاء الله. اعملوها في البيت يا جماعه، اسهل وانضف والذ بكتير جدا. شايفين لونها تحفه ازاي من جوه، مش غامقه خالص. نعمل بقى سندوتش المتين. نحط بقى الطعميه. طبعا هي الاكله كانت ناقصه بدنجان وفلفل مقليين، بس انا ما كنتش قادره بصراحه اقلي، فهو يدوب بس الطعميه كده وشويه سلطه وجرجير. طبعا الطعميه مليانه بالحديد، لما ازود جرجير عليها، الجرجير فيه فيتامين سي هيساعد على امتصاص الحديد اللي موجود في الطعميه زي ما قلنا قبل كده. نضرب بقى الساندوتش المتين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لايك وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا ندخل على الجزء التاني من الفيديو. هنتكلم النهاردة عن القيمة الغذائية والصحية للفول. يعتبر الفول من أقدم المحاصيل الزراعية في العالم، وهو نوع من أنواع البقوليات الغنية جدا جدا بالبروتين، ويعتبر طبعا بديل هايل وقوي جدا للبروتين الحيواني. كوباية واحدة من الفول فيها 13 جرام من البروتين، وكمان فيها 9 جرام من الفايبر، وده اللي بيخلي الفول لما بناكله بنحس بامتلاء فترة طويلة وبنحس بالشبع، وده طبعا هيؤدي إلى فقدان الوزن. تاني حاجة، وهي معلومة بصراحة أنا ذهلت لما عرفتها، الفول بيحتوي على مادة الإل-دوبا، وديت لما بناكلها بتتحول في الجسم إلى دوبامين. الدوبامين ده يا جماعة عنصر ناقص في الناس اللي هم عندهم مرض شلل الرعاش، وبيؤدي نقصه إلى حدوث رعشة ومشاكل في وظيفة الحركة ومشاكل كمان في المشي. طبعا تناول الفول بيساعد على تقليل الأعراض ديت. كمان تناول الفول بانتظام بيؤدي الى زيادة مستويات الحديد في الدم، وطبعا الوقاية من الانيميا. وما ننساش علشان نزود امتصاص الحديد في اي وجبة تحتوي على حديد ان احنا نحط معاها فيتامين سي، عصرة ليمونة، شوية فلفل اخضر، شوية جرجير. الكلام ده كله هيساعد على امتصاص الحديد في الجسم. طبعا الفول يا جماعة ليه قيم غذائية كتيرة جدا جدا اكتر من اللي انا قلتها في الفيديو، بس انا مش عايزة اطول عليكم عشان تبقى معلومة ظريفة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة
القناة. كانت معكم دكتور سارة عبد العاطي. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.